هبدات في الجيم الجزء الثالث. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد عبد المنعم. تعالوا نشوف الفيديو ده بيقول ايه ونحلله مع بعض. ورقتك وقلمك الجمال، تعالوا نشوف الفيديو بيقول ايه. بصوا يا جماعة، عموما بالنسبة للناس اللي عايزة دراعها يزيد، اللي عايز دراعه يزيد. كده في الاول هو بيتكلم للناس اللي عايزه دراعها يزيد. طبعا كل اللي هيسمع الدخله ده البدايه دي هيفتكر ان هي حاجه مفيده. تعالوا نشوف بقى بيقول ايه. مبدئيا اول حاجه ما تتمرنش دراع لو انت دراعك صغير، لان الباي بتمرنها مع الظهر، التراي بتمرنها مع الصدر ومع الكتف. ما ينفعش تعمل يوم مخصوص للدراع. طيب خلينا الاول في اول نقطتين دول. تمام. بيقول اول نقطه: اوعى تتمرن دراع لو انت دراعك صغير، عشان الدراع الباي بيتمرنها مع يوم الظهر، والتراي بيتمرنها مع يوم الشيست. طب يا شباب بصوا، عضلة الباي يوم الظهر بتكون عضلة مساعدة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الحمل والتركيز بيكون على العضلة اللي انت بتمرنها اللي هي الظهر، وبتشتغل مع الباي بنسبة بسيطة جدا. بتشتغل وبتتمرن بس بنسبة قليلة. ما تخليهاش النسبة دي، ما تخليهاش ان هي تتطور معاك، ان هي تكبر معاك. تمام. طبعا مفيش حد اتولد دراعه كبير. مفيش حد اتولد عنده عضلات. لا، هو الواحد بيبقى دراعه صغير وبينزل يتمرن. طيب انت بتقطع ماسل فايبر عشان العضلة دي تزيد، ايا كانت هي العضلة. تمام. اما بتتمرن بتقطع ماسل فايبر، فبالتالي العضلة ديت لما بيحصل الاستشفاء بتبتدي تكبر. تمام. يوم الشيست بتقطع ماسل فايبر من التراي، بس نسبة ضئيلة جدا ما تذكرش. فلو انت دراعك صغير مش هيتطور معاك، مش هيكبر. ممكن يتطور معاك في الاول لما تكون لسه جديد في الجيم، فاستجابة جسمك بتكون اسرع، بس عمر دراعك ما هيوصل للمرحلة اللي هو دراعك يبقى كبير. تمام. نفس الكلام للباي. الباي يوم الظهر تشتغل بنسبة ضئيلة جدا، عشان تمارين السحب كلها الباي بتشتغل بنسبة مساعدة. طيب لو انت سمعت كلامه وما اتمرنتش الدراع، هل دراعك هيكبر؟ لا، دراعك هيزيد نهائي. عمر دراعك ما هيزيد. ما تفكرش ان انت تسمع الكلام دوت فتروح تطبقه فتلاقي النتيجة. لا، مفيش الكلام ده خالص خالص خالص. تمام. تعال نشوف برضو بيقول ايه هنا. بيقول لك ما تعملش يوم للدراع، ما تتمرنش الدراع. ليه بقى؟ تعال نشوف كده بيقول ليه. هاد وهيخس مش هيزيد. اليوم اللي بتلعب فيه ظهر اعتبر نفسك لعبت باي. بيقول لك لو عملت يوم للدراع لوحده، دراعك هيحصل له اجهاد ومش هيزيد. هو هنا غالبا هو قصده ان انت دراعك يخش او العضله تخش في منطقه الاوفر تريننج. ايه بقى الاوفر تريننج دوت؟ انت بتحط الضغط على العضله بشكل اكبر من اللي هي بتتحمله، فبالتالي بيحصل اوفر تريننج، فبالتالي العضله ما بتكبرش، ان انت اجهدتها زياده عن اللزوم. طب الاوفر تريننج دوت بيحصل ازاي؟ الاوفر تريننج دوت يحصل في حالتين: لو انت بتتمرن العضله دي كل يوم، ما بتديهاش وقت الاستشفاء بتاعها الكافي، او مش مهتم بتغذيتك وبتتمرن مثلا بعد الظهر والباي بتخش مثلا دراع، هيحصل الضغط على انهي عضله؟ هيحصل الضغط على عضله الباي، لان انت مش مدخل الاغذيه الكافيه اللي مخليها تعمل الاستشفاء بتاعها الكامل. فانت لما بتضغط على العضله فوق التحمل بتاعها بتخش في منطقه الاوفر تريننج. طب بتخش فيها الحاجه التانية ازاي؟ لو انت حملت العضله وانت بتتمرن فوق طاقتها. بمعنى ان انت مثلا دخلت مثلا يوم الدراع، العضلات الصغيره بتستحمل لحد 4 اشكال. تمام. فانت مثلا يوم الدراع دخلت في الباي مثلا 6 اشكال 5 مجموعات، او 7 اشكال 5 مجموعات. انت هنا حطيت العضله تحت ضغط زياده عن اللزوم. هي مش محتاجه منك ده، هي عضله صغيره مش محتاجه كل الضغط دوت عشان تكبر، فبالتالي انت دخلت في منطقه الاوفر تريننج، فانت مش هتلاقي اي نتيجه، وممكن كمان تعرض لاصابات. ده ملوش علاقه بان انت تمرن الباي مع الظهر او التراي مع الشيست، لان انت لازم العضله بدل ما هي بقى تكون مساعده لازم تدي العضله حقها. طب انت مش عايز تحط يوم دراع؟ ممكن تتمرن بوش بول ليج،
تحط لها شكلين او 3 اشكال، فبالتالي انت هتمرن العضله مرتين في الاسبوع. تمام. طيب انت دلوقتي عايز تتمرن العضله مرتين في الاسبوع وتشيل يوم الدراع، هتعمل ايه؟ تخش بوش بول ليج او فرونت باك. انت ممكن تعمل لها كذا طريقه، في كذا طريقه تقدر تمرن بيها العضله مرتين في الاسبوع. ايه الافيد؟ الافيد ان انت تمرن العضله مرتين في الاسبوع، لان انت العضله بتحتاج لحد 72 ساعه، ده في حاله ان انت بتكون مهتم بالتغذيه، مهتم بعدد ساعات النوم، مهتم بالراحه بتاعت جسمك. العضلات بتعمل الاستشفاء بتاعها بشكل كامل، فبالتالي انت تقدر تمرنها مرتين في الاسبوع. لان انت لو بتتمرن بنظام برو سبليت ومهتم بالتغذيه ومهتم بالتمرين، فهيجي وقت معين وهتلاقي ان التطور بتاعك ابتدى يقل. فعشان التطور بتاعك يزيد لازم تشتغل على العضله مرتين في الاسبوع، تحطها تحت ضغط، لازم تكبر عشان تستحمل كميه الضغط اللي انت هتحط عليها. تعالوا بقى نشوف بيقول ايه هنا. اليوم اللي لعبت فيه بنش اعتبر نفسك لعبت دراي، ما ينفعش تعمل لهم يوم مخصوص. الرجل شغاله معاك طول الوقت، حتى وانت بتشيل الاوزان وترجعها وتعمل ده كله رجليك شغاله معاك. بيقول لك لو انت يوم التراي اعتبر نفسك اتمرنت، يوم الشيست سوري اعتبر نفسك اتمرنت تراي، يوم الظهر اعتبر نفسك اتمرنت باي. طبعا احنا لسه قايلين مفيش منه الكلام ده خالص، الكلام ده كله هبد. انا اول مره اشوف حد بيهبد لدرجه ان هو مصدق اللي هو بيقوله. بسم الله ما شاء الله مستواه حلو جدا، بس كعلم ميح. بيقول لك الرجل وانت بتشيل اوزان وانت بتتحرك بتشتغل. طب ما هو الرجل وانا بمشي عادي بتشتغل، يبقى انا كده ما اتمرنش رجل تاني، يبقى انا بقى اوقف تمرينة الرجل وما اتمرنهاش تاني. بص هو هنا بيقول ايه، انا بقول لك مرن الرجل قليل، اتمرن الرجل قليل. على فكرة الرجل دي نص عضلات جسمك. بس خلينا دلوقتي نقول ان مفيش حاجة اسمها ان انت عشان انت بتمشي على رجليك او عشان انت بتودي الاوزان او بتجيب الاوزان فانت بتمرن الرجل. مفيش الكلام ده خالص. انت مش حاطط حمل على، انت حاطط عليها حمل عشان انت بتمشي بالوزن او شايل وزن، او انت ماشي في العموم شايل وزن جسمك، بس ده مش معناه ان انت حطيتها تحت الضغط اللي خلاها تتطور. تعالوا كده نشوف اخر حاجة دي بيقول ايه، لانه ابدع جدا في الهبدة دي بصراحة، ابدع ابدع ابدع. فتعالوا نشوف كده. عشان كده بقول لك قلل لعب رجلين ولا كارديو. الكارديو ده عشان المدربين يريحوا دماغهم ويقول لك خش ساعه كارديو وريح دماغي منه. العب يا ابني لحد ما انا اشرب قهوه، لحد ما اكل. دي بقى ابداع. بيقول لك اوعى تلعب كارديو، لان الكارديو ده عشان الكباتن ترتاح. طب بما ان الكارديو عشان الكباتن بتريح دماغها، طب ليه اللعيبه الكبيره بتلعب كارديو؟ ليه مثلا حد زي البيج رامي بيلعب كارديو، حد زي مثلا كريس بومستد؟ كل اللعيبه الكبار بيهتموا بالكارديو. سيبك من اللي هو بيقوله خالص. فايده الكارديو دوت ان هو اللي بيقوي القلب والرئتين. كمان الكارديو بيساعد ان انت جسمك يزيد في معدل الحرق، فبالتالي تخسر نسبة دهون. لما انت بتحرق سعرات كتير بتخسر دهون، طبعا مع النظام الغذائي. تمام. لكن ان الكارديو توقفه عشان خاطر ان انت بتمشي على رجليك كتير وبتروح وبتيجي بالاوزان والكلام ده اي علاقة. انا اول مرة اسمع الكلام ده، عمري ما سمعت ولا قريت في كتاب عن علاقة الكارديو بتمارين الرجل. دي معلومة جديدة الدكتور علاء ضافها لنا. واخر حاجة يا شباب، نصيحة نصيحة نصيحة، لما تسمع حاجة من حد روح دور وراه، شوفه فاهم ولا مش فاهم قبل ما تطبق. لان الراجل ده انا شفت فيديوهات كتير ما اتكلمتش ولا مرة عليه، لان انا مش بحب ان انا اطلع اتكلم في فيديوهات عن حد. بس بصراحة استفزني، ولقيت ان في ناس كتير شايفة جسمه بسم الله ما شاء الله واصل لمستوى كويس، فافتكروا ان هو عامل بنصايحه اللي بيطلع يديها للناس دي، فعشان كده وصل للجسم ده فبتطبقه، فممكن ناس كتير تتضر منه. زي مثلا اوعى تاكل لحمه او فراخ عشان ده غلط، عمرك ما هتعمل عضلات. يعني هو بيقول لك انا ولا باكل فراخ ولا لحمه ولا سمك، ولا ناقص يقول لنا ولا بيشرب ميه. هو انا مش عارف هو ليه بيطلع بيقول كده بصراحه. ممكن مجتمعنا بيحب الهبد، فما بيسمع هبده بيشيرها كتير، الله اعلم. معرفش هو دماغه فيها ايه بصراحه. بس اول مره اسمع الكلام اللي هو بيقوله دوت، عمري ما قريته في كتاب نهائي. ده غير ان هو كمان بيكذب. بيكذب ليه؟ حتى لو انت انسان نباتي لازم هتحتاج في وقت ان انت تدخل حاجة من مصادر البروتين الحيواني. طب ليه؟ عشان الابحاث والدراسات اثبتت ان البروتين الحيواني بيساعد
في رفع نسبة هرمون التستوستيرون، بيدي جسمك ان هو يفرز هرمون بكميات اكبر، فبالتالي انت تبني عضلات اكبر. بس يا شباب، فانتوا خلوا بالكم من نفسكم، ما تسمعوش لاي حد وخلاص. دخلت على الصفحه بتاعته وقلبت فيها، ما شفتوش في فيديو من فيديوهاته جاب سيره ان هو شاف بحث بيتكلم عن الموضوع ده، فده معناه ان هو بيهبد، لان كلامه مش منطقي بالمره. اتمنى تكونوا استفدتوا مني. يا ريت ما تنساش اللايك والكومنت وحركه الاكسبلور عشان غيرك يستفيد. حاول تفيد غيرك على قد ما تقدر، والموضوع بسيط جدا. هتعمل اكسبلور، متسمعوش لاي حد، هتتضروا بجد، هتتضروا، لان ممكن يكون الحد دوت ما بيطبقش اللي هو بيقول على نفسه زي دكتور علاء كده. اشوفكم الفيديو الجاي، استنوه، هتستفادوا منه كتير. هنتكلم فيه عن تمارين الرجل والموضوع بتاعها بالكامل بالتفصيل.